بُص يا أستاذ علي، أول ما تاخد موافقة على اللجوء معناه إن الحكومة الأمريكية اقتنعت إنك كنت في خطر في بلدك، أو في خطر حقيقي عليك إذا رجعت بلدك، يعني رجوعك ليها بعد الموافقة ممكن يعتبر إنك ما كنتش في خطر من الأساس، وده ممكن يعرّض وضعك القانوني في أمريكا هنا للخطر، حتى لو مجرد زيارة قصيرة ممكن يسبب لك مشكلة كبيرة جدًا لمّا تيجي تقدم على الإقامة أو على الجنسية الأمريكية. في حالات معينة ونادرة جدًا ممكن ترجع، لكن لازم تكون بترجع من خلال وثيقة اسمها وثيقة السفر اللاجئ وليس بجواز سفرك الأصلي. برضه لازم يكون عندك سبب قوي جدًا، سبب قاهري ومبرر قانوني للزيارة، زي مثلًا وفاة أحد أقارب الدرجة الأولى أو حالة إنسانية استثنائية طارئة جدًا. لكن لو رجعت بجواز سفرك أو جواز سفر بلدك أو استخدمت السفارة أو القنصلية بتاعة بلدك، فده ممكن يعتبر إنك تخليت عن الحماية اللي أمريكا منحتها ليك، وده السبب اللي بيخلي محامين الهجرة دايمًا يحذروا اللاجئين من السفر لبلدهم الأم بعد الموافقة على اللجوء. أنصحك تتكلم مع محامي هجرة متخصص قبل ما تاخد أي خطوة، لأن كل حالة ليها شوية تفاصيل كده خاصة بيها. لو الفيديو ده فادك أو وضح لك المعلومة، اعمل له شير دلوقتي أو اعمل شير لأي حد تعرفه ممكن يكون في نفس الموقف عشان الكل يستفيد. شكرًا جدًا ليك وشكرًا على تعليقك، ولو عندك أي سؤال سيبه لي في الكومنتات وأنا أرد عليك في أسرع وقت ممكن.